الفكرة ديال اليوم عميقة بزاف ومرعبة في نفس الوقت، حيتاش كتلعب على تحويل الانتحار السياسي لبطولة قومية. عمركم شفتوا شي حد كيمدح راسو بلي غادي للهاوية؟ هادشي اللي دارتو وزارة الأمن الداخلية الأمريكية في واحد التغريدة غريبة. استعملوا مقطع من وثائقي ديال المخرج فيرنر كيبان فيه واحد البطريق خارج على الجماعة وخلى البحر والحوت وخلى كل شيء موراه، وقرر يمشي بوحده للجبال البعيدة اللي فيها غير الثلج والموت. صحاب ترامب واليمين المتطرف شافوا في هذا البطريق بطل، قال لك سيدي هذا هو الاستثناء الامريكي، هذه هي روح المغامرة. ترامب بالنسبة لهم هو هذاك البطريق اللي ما بغاش يتبع القطيع، اللي قطع العلاقات مع الحلفاء ودار حروب تجارية، وكيوهموا الناس بلي هاد المعاناة وهاد القمع اللي كيديروه هي مجرد مرحلة ضرورية باش يوصلوا لديك الجبال اللي فيها المجد. ميريكان غتولي عظيمة مرة أخرى، غير صبروا على هاد الطريق الطويلة ديال الثلج. وهذا المهم، هذا هو التفكير ديالهم. ولكن كاين تفاصيل صغيرة نسات هاد الدعاية ديالهم. فهداك الوثائقي نيت قبل هاد اللقطة المخرج سول الخبير واش البطاريق بعض المرات كيحماقوا. الحقيقة هي أن هذاك البطريق راه ماشي بطال، هو ببساطة حماق تلف ليه الريزو، غادي لواحد الجهة ما فيها لا ماكلة لا مأوى لا أمان، غادي باش يموت وصافي. وفعلا داكشي اللي وقع، راه في الاخر راه من بعد لقاوه باللي داك البطريق لقاوه صافي مات. وهنا في كاينه الضربه. اليمين المتطرف في العالم كامل من امريكا حتى لبريطانيا ولاو كيعبدوا هذا الرمز ديال الرحله نحو العدم. هما عارفين باللي هاد السياسات ديالهم ما عندها حتى مستقبل، هما كيبنيو والو بها. هما في واحد مهمه انتحاريه فكريه. هاد الناس ما عندهمش سياسة حقيقية، عندهم فوضى وكراهية. الجبال اللي كيهضروا عليها هي مجرد سراب، حيت اصلا اللي غادي في هذاك الطريق ما غيعيش بزاف. الهدف الحقيقي هو يخربوا كاع داكشي اللي كاين دابا وياخذوا معاهم العالم كامل للهاوية. وزارة الامن الداخلي الامريكية شافت داك البطريق وقالت ايه هادوك هما حنا كنديروا هادشي بلا سبب، بلا امل في الفوز ولا بلا معنى عفوا، وانتم راكم ديما عارفين علاش.